السلام عليكم. عاملين ايه؟ امراض القولون زايدة قوي الايام دي وناس كتير بتسأل فيها. هقول لكم على 6 اعراض شائعة للقولون العصبي. بس قبل ما اتكلم على القولون العصبي عايزة اقولك ان دي اشارة من التوتر النفسي اللي حضرتك موجود فيه. انا هتكلم دلوقتي عن ال6 الاعراض وهكلمكم في الاخر الفيديو عن اسبابها. ال6 اعراض هي اول حاجة بيبقى عندك عدم الشعور بالارتياح، بيبقى فيه آلام شديدة في البطن وخاصة عند تناول الطعام. تاكل حاجة صغيرة بيجيلك على طول وجع. الشعور بامتلاء المعدة، على طول حاسس ان معدتك مليانة ومش عايز تاكل. انتفاخ البطن وكثرة الغازات. في رغبة الإكثار في دخول الحمام، عايز تدخل الحمام بشكل مستمر وهو أصلا مفيش حاجة. بيبقى فيه اضطراب في حركة الأمعاء والإصابة يا إما بالإسهال الشديد يا إما بالإمساك الشديد. السبب اللي بيجيلك من القولون العصبي حضرتك هو مش انت معدتك فيها حاجة تعباك، انت عندك قلق شديد، والقلق ده هو أول حاجة بيصيب المعدة. لان قبل كده في فيديو قبل كده قلنا لكل عضو ايه سبب اللي بيخليه يتألم او بيديلك الانذار. حاول ما تقلقش لان الظروف بإيد ربنا وهو اللي بيرتبها وهو اللي بينظمها. فحاول تكون هادي وشوف الأطعمة اللي ما تسبب لكش آلام للقولون وابتدي كلها. وانا في فيديوهات كتير عملتها لحضراتكم تقدروا ترجعوا لها، واتمنى لكم الشفاء العاجل في كل وقت. عجبتكم المعلومة؟ ما تبخلوش باللايك والشير والاكسبلور وشيروا الفيديو. سلام.